عبد الله متابعي الكرام، مرحبا بكم تاني في فيديو جديد ووصفة جديدة. قبل ما نبدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله وصفة اليوم عبارة عن مملحات. عندي زلافة ونص ديال الدقيق، شوية الزعتر، مليحة، تقريبا ملعقة كبيرة ديال السنيدة، غنزيد عليهم ملعقة صغيرة، قياس ملعقة صغيرة ديال خمارة فورية، خمارة ديال العجين. غنضيف 3 ديال المعالق ديال زيت الرومية، المعلقة الاولانية، الثانية، المعلقة الثالثة. غنضيف عليهم ابيض بيضة، وغنضيف كاس ديال الحليب اللي دفيته واحد شويه. غنخلط العجينه ديالي بشكل تدريجي حتى تجمع ليا العجينه. بعد ما جمعنا العجين ديالنا غندوزو ندلك واحد شويه فوق سطح العمل، ونقطعو كويرات وندلكهم بالدلاك. وبالنسبه للحشوه، الحشوه اختياريه. انا عندي بصله مشلطه، عندي فلفله حلوه مشلطه، خيزو محكوك، كورجيطه محكوكه، والتوابل خلاص راه باينين، مليحه، ابزار، تومه محكوكه، وتنديرو سكنجبير، تحميره وخرقوم بلدي، وشويه الزيت من بين الروميه وزيت العود. وعندي فرماج ما بين الموتزاريلا والفرماج حمر. والحشوه يمكن ديروا الطون، ديروا معاها الطون، يمكن ديروا كفته، يمكن ديروا صدر دجاج. المهم الحشوه تبقى على حسب الاختيار وعلى حسب اللي موجود عندك. بالنسبه للشعريه الصينيه تنكون رقدناها في مطايب واحد 4 ساعات، تنقرضوها عاد تنزيدوها على الحشوه ديالنا، وتنطلقوا بالدلاك دوك الكريسات، وتنعمروهم، تنحطوا على الحشوه ديالنا ونحطوا عليها شويه ديال الفرماج وديال الموتزاريلا باش تجينا ديك التعليكه ديال الفرماج. صافي تنحاولوا نسدوهم غير بشويه هكا باش ما يجيوش لينا معجنين، تنسدوهم غير من القناه.
تنستمروا بنفس الطريقة حتى تنساليو الكويرات كاملين اللي عندنا. والاهم هو انه دوك القنات فاش تنجمعوا العجينه ديالنا نجمعوهم غير بالمهل باش ما نجمعوش العجينه يجيونا معجنين، يجيونا طايبين من الداخل، يعني العجينه تجينا رقيقه وخفيفه. تبعوا المراحل ونفس الطريقه اللي درت ان شاء الله يجيوكم ناجحين. هنا عندي اصفار بيضاء مع شويه ديال الحليب غنخلطهم وندهن بيه الكريصات ديالنا ونزينوهم. الا عندكم الزنجلان يمكن ديروه، ما عندكمش يمكن تخليهم عاديين. انا درت هنا البافو اللي هو حبوب الخشخاش، وندخلوهم الفران يطيبوا ونتلاقاو من بعد ان شاء الله.
الشكل النهائي هو هذا. نتمنى ينال اعجابكم، وما تنسونيش من لايك وتشجيعاتكم، ودعموني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله يا ربي.